ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موديل النهارده هو في حد من المتابعين كلمني كان هو بيعمله، واجه مشكله في الجزء ده وهو بيعمله، فاحنا قلنا هنعمل الموديل كله، الازازه والجزء ده. تمام، فيلا نبدا. هنبص في اتجاه الاكس وننزل السلندر بتاعنا، نخش في الايديت مود ونصغر السلندر على قد الموديل. ممكن نروح جاي عاملين جي زد نطلعه لفوق شويه على الواي اكسس، ونمسك الفيرتسز دي جي زد لحد هنا مثلا. تمام، هنعمل لوب كات كتير كده عشان بس التوبولوجي والفلو يبقى مظبوط. فاحنا هنا تمام. طبعا احنا عايزين نصغر الموديل شويه، يعني نعمل سكيل عشان ينزل على الازازه بالظبط. ماشي تمام، هنعمل لوب كات هنا، نصغر شويه كده ونصغر ده كده، نعمل اكسترود. ممكن تمسك ده تعمل جي جي وتزحلقه لتحت شويه. تمام، بعدين نعمل اكسترود فوق، بعدين هنعمل اكسترود تاني، بعدين اكسترود، بعدين نمسك الايدج اللي في النص نعمل سكيل بسيط. طيب هنا هنيجي نعمل انسنت، عشان يعني انسنت ده، بص لو انا عملت كده اهو هتلاقي عمل دايره كده اهو، فده الانسنت اللي احنا هنعمله. تمام، نرجع تاني، احنا نصغر شويه كده اهو ونعمل كده بالظبط. تمام، لحد هنا احنا كويسين. طيب عشان نعمل الجزئيه اللي فوق دي، هو الموضوع سهل على فكره، فكرت فيه بس هو تريكي شويه. احنا هنمسك الفيرتسيز دي مثلا ونعمل شيفت دي اسكيب، نضغط بي سيلكشن كده، احنا خدنا كوبي من الفيرتسيز دي وفصلناها. لو دخلت هنا هتلاقي الفيرتسيز دي هنا. خلاص تمام، نمسكها ونخش على ايد مود، هتعمل اكسترود في اتجاه زد لحد فوق، نجي زد نطلعها فوق شويه. تمام، ايه تاني؟ هنمسك الفيرتسيز دي هنعمل سب ديفيجن، هنمسك ده سب ديفيجن تاني. احنا عايزين يعني 5 فيرتسيز، يعني هو تقريبا كان مظبوط. طبعا 2 4 5. تمام، بنمسك اللي في النص ده، نمسك اللي في النص ده ونعمل يعني هنقربهم على بعض دولي، هنحاول نقرب دول على بعض، فنعمل نمسك دول نعمل سكيل في اتجاه الزد فهم يقربوا مع بعض. فنمسك ده نعمل جي واي في اتجاه الواي كده لبره شويه كده. وضحت معانا احنا تقريبا هنعمل ايه. تمام، طيب بعدين هنطلع خالص من الايديت مود ونمسك البلزيز كده زي ما احنا ماسكينه، ونخش هنا على موديفاير اسمه سكرو. طبعا ده ليه يعني ليه مميزات كتيره جدا، بيساعدنا في حاجات كتير. انت اول ما تمسكه تخش هنا على عشان تشوف الدنيا فيها ايه، هتلاقيه مظبوط معاك كده، يعني تحس هو عامل شيب كده حواليه. احنا محتاجين بس نحرك، يعني نكرر ده لفوق شويه ونخليه يطلع بزاويه كده. فاحنا ممكن نيجي هنا مثلا يعمل هنا، نجرب هنا اول حاجه تظبطها، يعني عشان بس ايه اول حاجه تشوفها. انت شغال هنا السلندر بتاعك على كام فيرتيسيز؟ 32 خليته 64. احنا هنا شغالين على 32 اللي هو الديفولت بتاعه. فاحنا بنيجي هنا على الستبس في بورت ونعمل 32 في الريندر 32. خلاص خلصنا احنا من الحته دي. بنيجي بقى هنا، احنا عايزين نكرر دي قد ايه؟ مره ولا مرتين؟ عايزين نعملها مرتين، نيجي هنا نعملها مرتين. ده اللي بيطلع السكرو فوق وبيديله زاويه. احنا ممكن نروح جاي مثلا عاملينه نجرب 0.10 0.10 طلع فوق شويه، ولكن انت لو جيت هنا تلاقيها يعني داخله في بعض. فاحنا ممكن نعمل حاجه بسيطه، ممكن نروح جاي راجعين تاني نلغي المضيفات او نقفله من هنا من الفيو بورت ديسبلاي. ممكن نروح جاي ماسكين ده كده ونعمل سكيل في اتجاه الزد. تمام، نمسك ده ونمسك ده نعمل اس زد ننزله تحت شويه، واحنا نشوف هنعمله ميرج ازاي. تمام، ونيجي نفتح ده تاني هتلاقيه ظبط معاك شويه. نقدر نمسك تاني زد وننزله تحت شويه كده اهو لحد ما يظبط معاك. تمام، هو كده ظبط معاك كده مفيش اي مشاكل. ماشي، بنعمل ابلاي، نخش هنا نعمل ابلاي. طيب ايه المفروض نعمله دلوقتي؟ المفروض ان احنا نعمل هنا دلوقتي نتاكد ان كل حاجه لازقه ببعض. يعني مثلا لو مسكت الفيرتيز دي وحركت هتلاقيها اتنين مش واحده بس. فاحنا ممكن نرجع نعمل سيلكت اول ونعمل ام باي ديستانس. هو كده بيقول لك ايه اللي هو شال 33 فيرتيسيز دمجهم مع بعض. لو انت مسكت الفيرتيز دي وعملتها خلاص. تمام. طبعا لو جاتك مشكله في الدمج ده كلمني وانا هقول لك تظبطها ازاي.
او تعالى كنترول زد كأننا ما دمجناهاش، نمسكها لسه مش مدموجة. تمام، نعمل اول ام، نعمل باي ديستانس. طب لو ما دمجتش معاك انت بتخش تغير القيمه دي، تعليها شويه لانه بتعلي المسافه، بيقول لك انت عايز الفيرتيسز تدمج مع الفيرتيسز دي على مسافه قد ايه، فانت بتظبطها من هنا. طيب انت بتيجي تحت هنا تمسك الايدج ده كله، بتدوس الت وتضغط على الايدج، طبعا اي حاجه بتدوس عليها بتظهر هنا. تمام، وتروح جاي لاغي ده ودي 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 ودي، تعمل اكسترود لتحت في اتجاه الزد. تعالى برضو نعمل اللي فوق برضو بالمره، نيجي نمسك كده اهو، نمسك دي ودي 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 ودي، ونعمل اكسترود في اتجاه الزد برضو. تمام، انا كده مبسوط. احنا دلوقتي عايزين نقفل. طبعا واحنا بنقفل يا جماعه، بص انا في حاجه اساسيه لازم تعرفها، اللي انت وانت شغال موديلنج، الموديلنج سهل بس ما ينفعش تعدي مرحله تخش في مرحله وانت عامل خطا، لازم كل حاجه تبقى ماشيه مظبوط. لو وقعت في خطا واحد صغير وانت شغال في الموديلنج ونفضت له وكبرت دماغك وعديت وفضلت شغال، يعني هتيجي في الاخر صدقني هتندم، هتلاقي كل حاجه بايظه مش مظبوطه، لان يعني انت هنا عامل زي البونه، ما ينفعش لما تيجي تبني تعمل قلب. لما تيجي تبني مثلا البنا، لما يجي يبني في الحقيقه يبني سور، يعمل مثلا جزء مش مظبوط، لو عمل جزء مش مظبوط من تحت هيجي يفنش في الاخر تلاقيه مال وتهدى على دماغه. طب احنا مش موضوعنا دلوقتي، هنمسك كده اهو ونعمل جي زد لحد ما ايه، يعني لحد ما ده ينزل على تحت ده كده بالظبط، يبقى في السوا ده. احنا دلوقتي عايزينه يبقى يعني على سوا واحد. لما تيجي تساوي اي ايدج انت بتيجي مثلا تصفر القيمه بتاعته، الاكسس بتاعه هو ماشي على الاكسس ايه، ماشي على الاكسس الزد، بتعمل اس زد وتضغط صفر في الكيبورد فهو هيبقى متساوي مع بعض على طول. تمام، اس زد، تمام، وبعدين انتر. بعدها تمسك تعمل جي ونطلعه فوق شويه. طب هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه في الحته بتاعتنا. هنمسك الحته دي، احنا عايزين نخلي الفيرتيسز دي على سوا الجزء ده بالظبط. بنعمل ايه في الحاله دي؟ نشتغل يعني اسهل حاجه السناب. تمام، يعني بس كده عشان انا بس لما بسجل الحته دي بتختفي خالص، فاحنا هننزل اسم مش نصين، طلع دي فوق عشان اشوف السناب. انا دلوقتي بختار على الفيرتيسز اهو، فلو انا عملت جي واي الاتجاه دي كده، رحت جاي طلع ايدي على الفيرتيسز دي، فهو بقى سوا الفيرتيسز ده بالظبط، هو نزل خلاص اهو. طيب تعال نقفل، هنمسك كده واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة فيرتيسز ونعمل فيل. نيجي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة نعمل فيل. اتبقى الحتة اللي في النص دي اهي، واحد اتنين تلاتة أربعة، وكده كل حاجة اتقفلت كوادز مفيهاش أي مشاكل. هنيجي نعمل برضو الجزء اللي فوق، هنمسك دي كلها هنعمل اس زد صفر. تمام، هو كده بقى على سوا واحد. احنا ممكن نطلعه فوق شوية، نمسك دي نفتح السناب بتاعنا، نعمل جي واي. تمام، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، اعمل فيل، واحد اتنين تلاتة أربعة فيل. طبعا يا جماعة كل حاجة احنا بنتعلمها من الناس، يعني أنا الحاجات دي أنا ما اخترعتهاش من نفسي، أكيد اتعلمتها من حد وجيت عشان أشرحها لكم. طيب تمام، أنا كده تقريبا خلصت. لو أنت جيت عملت سب ديفيجن هتلاقيها معاك بالمنظر ده، مفيهاش أي مشاكل. ولكن يعني يبدو الجزء ده عالي شوية، أنت ممكن تروح داخل هنا ماسك ده وماسك ده، سكيل. تمام، يعني انا مبسوط بالقيمه دي، وممكن مثلا نمسك اصلا كل المدن على بعض ونعمل سكيل في اتجاه الزد عشان يجي ناحيه يبقى قريب من بعض. طب تمام، انا كده تقريبا خلصت. لو بصيت في اتجاه الاكس تاني ونزلت على اتجاه الاكس تاني عشان ابص على الموديل بتاعي وانزل تحت شويه. طب انا دلوقتي عايز ادمج الاثنين مع بعض، فانا بنزل الاول تحت يبقوا قريبين من بعض جدا. تمام، اقدر دلوقتي امسك ده اعمل ده بس سب ديفيجن عشان يبقى زيه. نعمل مثلا شيد سموث زي اللي فوق. طيب هنخش على ده لوحده كده، لما نتك على سلاش نمسك الفيس دي، انا مش عايزها عشان عاملين مشاكل دلوقتي. نعمل ادي اكس فيسز نشيلها. تمام، نبص طبعا في اتجاه الاكس تاني وندوس سلاش ونمسك الاثنين مع بعض ونعمل لهم جوين، نخليهم يعني اوبجكت واحد. اول ما نمسك الاثنين مع بعض نمسك كنترول جي نعمل جوين. اول حاجه تعملها لما تعمل جوين لاي اوبجكت، الاوريجن فين؟ الاوريجن في الاخر هنا، يعني احنا عايزينها فوق
في النص، فتمسك الاوبجكت عادي وتعمل جيومتري تورشن. تمام، هو كده بقى في النص، يعني هو مش في النص قوي، ولكن انا معرفش ليه واخد الاتجاه ده. طب تمام، خلينا بس نعمل الاول ميرج بينهم. انت لو جيت فتحت كده اهو، احنا هنجرب هنا، لو جيت فتحت كده اهو، دخلت عملت سيلكت اول وعملت ام باي ديستانت، الشكل معاك باص خالص. هو كده في مشكله غالبا، انا عارف المشكله في ايه، يعني من غير ما ابص عليها ممكن تكون في المش معكوس ولا حاجه. هنشوف، نفتح الفيس اورينتيشن. بص هو معكوس اهو، معنى ده احمر يبقى ده اللي جوه ده هو المفروض يبقى بره. طب نمسك الاوبجكت، نيجي على الجزء ده وتيجي تضغط حرف ال هيمسكها الجزء ده لوحده عشان هو منفصل دلوقتي عنه. فتعمل مش وتخش على نورمالز وتعمل فليب. اول ما تعمل فليب هتلاقيه ظهر معاك بالمنظر ده على طول. تقريبا دلوقتي انت لو عملت سيت اوريجين هيعمل في النص. نشوف، لا ما عملش في النص بقى. تعالى خلاص، يعني احنا عايزين بس ندمج دول مع بعض. نعمل دلوقتي ام باي ديست، هتيجي هتلاقيها بقت اوبجكت واحد. طيب تمام، انا شايف في مشكله هنا، معرفش المشكله دي سببها ايه. ممكن نقفل السب ديفيجن دلوقتي. ايه المشكله؟ الله، ما هو لما يعمل ميرج باي ديستانس دخل كل حاجه جنب بعض. فاحنا نرجع كنترول زد. طب كويس الاخطاء دي بتحصل عشان تعرفوا حلها ايه. انت ممكن تروح جاي ماسك، تخش على الواير فريم شويه وتمسك دي لوحديها. بص اتجاه الاكس كده عشان تظبطها، تحاول تخليها تحت على الاخر كده. انت كده مجرد ما عملت كده اهو، هتعمل ام ميرج باي ديستانس هتلاقيها كلها باظت. انت تيجي هنا تنزل القيمه شويه، هتلاقيها اتظبطت على طول لان انت قللت القيمه بتاعت السناب الميرج. طيب هو هنا في خط، انا ما اعرفش ده لسه في ده، هو لسه ما عملش سناب اصلا. طب هي ما اشتغلتش، احنا مش هنقف، يعني الميرج اللي ما اشتغلش احنا مش هنقف. احنا عندنا 1000 طريقه في البلندر نقدر ندمج الاثنين دول مع بعض فيها. طب احنا ممكن نروح جاي ماسكين الايدج ده وننزل شويه. تعالى ننزل ده شويه ونمسك الايدج ده ونعمل كليك يمين ونعمل بريدج ايدج. فين بقى بريدج ايدج؟ فين انا مش شايف بريدج بريدج ايدج لوبس. اول ما تعمل كده هتلاقيه يعمل بريدج. نظبط الفلو بتاعه كده، ننزل كده، ننزل تحت شويه عشان شوف. بس خلاص كده خلص الموضوع. انت ممكن يعني في بلندر فيه يعني اكتر من حل تقدر تستخدمه. يعني لو في حاجه تعملها مشاكل تقدر تستخدمه. من الايدج ده ممكن تعمل اكس اتش عادي، تشيله خلاص مش محتاجه، تزود اتش خلاص ظبط كده. ونفتح بقى دلوقتي السب ديفيجن بتاعنا. تمام. احنا كده يعتبر خلصنا الجزئيه دي. احنا ممكن نروح مثلا جايين تحت هنا، نمسك دي كده ونعمل مثلا ايه بيفل ونعلي السيجمنتس شويه. نمسك ده، عايز المفروض تظبط التوبولوجي بتاعه. يعني انت ممكن تعمل حاجه بسيطه، تروح جاي ماسك الفيس دي نفسها، تعمل اكس فيسز، تمسك وتعلم على الايدج تاني، تعمل كنترول اف وجريد فيل عشان يبقى كل حاجه كويس. تلاقي كل حاجه اتعملت كويس كده مظبوط. طيب هنيجي هنا نبص برضه نشوف يعني هل في حاجه مش مظبوطه. يعني مثلا ممكن ده مش مظبوط شويه، واخد كيرف زي على اللزوم. ممكن تروح جاي مثلا نعمله سبورت ايدج. تمام، وهنا نيجي هنا برضو في سبورت ايدج هنا برضو، هنا سبورت ايدج. تمام. انا كده اعتبر تمام. احنا بس فاضل لنا موديفاير سوليديفاي. ممكن نعمل اد موديفاير سوليديفاي. فين السوليديفاي؟ تمام، خلاص احنا كده تقريبا خلصنا السوليديفاي. اول ما تعمل داك سماكه تمام، ممكن نعليه شويه عشان لو حبيت تعمل الليكويد جوه، يعني فاهم. هو الناس اللي لسه هتكمل الموديل، في حاجه اسمها ليكويد بيتعمل، بيبقى بين السوليديفاي، بين الجزء ده. يعني بص لو دخلت كده اهو، بين الفيسز دي والفيسز دي، لما تيجي تعمل ليكويد يعني يستحسن تحطه بين السوليديفاي في النص هنا عشان يظهر بشكل احسن. فنيجي مثلا نعلي السوليديفاي شويه عشان يظهر معانا كويس. لما تيجي تاخد نسخه تحطها في النص، يعني لا مساحه يمشي فيها. طيب تمام، احنا دلوقتي هنعمل ابلاي سوليديفاي عادي عشان نقدر نشتغل. تمام، وفاضل معانا الجزء ده سهل، يعني مش صعب قوي. احنا ممكن نروح جاي باصين تاني في اتجاه الاكس اهو، ونعمل شيفت ايه مش سلندر. ولكن هنيجي هنا
في الفيرتس نخليها مثلا 64 بالضعف على طول. لو عايز تعمل اكتر اعمل اكتر، بس كل ما بتعلي فيرتسيز كل ما الجهاز ممكن يفرقع منك، يعني انا بحذرك. تعلي فوق تعمل كده اهو، واعمل سكيل وتنزل تحت كده اهو. طبعا محتاج سكيل تاني. تمام. طبعا هنا مش هقدر اشف كده، يعني مش هقدر ارسم رسمه على الموديل، فانا بعمل كده هو عادي لتحت زد تحت اهو. احنا بتخلي الموديل ازاي؟ يعني الحته دي الجزء ده تمام، ده اول جزء، بعدين بنعمل انسند لجوه ونعمل جزء تاني. فاحنا دلوقتي اهو اول جزء هنعمل انسند لجوه. طبعا احنا محتاجين نكبر برضو دي شويه عشان نعرف نشتغل. نكبرها مثلا كده اهو. تمام. نمسك الجزء اللي فوق نعمل انسند لجوه شويه. تمام. بعدين نعمل اكسترود الجزء اللي هو هيبقى فيه الشرط دي. بعدين نعمل انسند تاني ندخل لجوه. بعدين نعمل اكسترود ما معنى بالشكل ده. هنعلم على دولي ونعمل اكسترود لفوق ونصغر، اكسترود فوق ونصغر، اكسترود لفوق ونصغر، اكسترود لفوق ونصغر، اكسترود لفوق ونصغر على الاخر. بس كده اعتقد هي كده خلصت. طيب طبعا انت ممكن تظبطها، يعني لو نزلت تحت كده تمسك بس جي يعني اعتقد كده احسن حاجه. ماشي. هنيجي نعمل ايه تاني؟ نمسك الفيس دي على ستولد مود اي. طيب بص هو شباب هي اتعمل كده لان احنا تقريبا محتاجين نعمل ابلاي سكيل. يعني احنا لو عملنا كده اهو كنترول زد تاني، دي مشكله ان انا ممكن اعدل او اعدل الحجم بره الايديت مود. انا فاعمل كنترول ايه ابلاي سكيل او اولت، يعني خليه مثلا ابلاي سكيل او روتيشن. تمام. نيجي نجرب تاني كده، انا بحاول معاكم نعمل اي. بص اتظبطت على طول. طيب دلوقتي هنعمل اكسترود انجل نورمال لجوه، لكن انا عايز انزل الجزئيه دي لتحت شويه. يعني انا شايف الجزئيه دي المفروض تنزل لتحت شويه. ممكن نبص في اتجاه الاكس تاني. طبعا انا بشرح تفاصيل كتير يعني، وده مش صح ان انا افضل اشرح تفاصيل كتير. المفروض تكونوا عارفين الحاجه تعمل يعني. هنا هنمسك كده اهو ونمسك كده اهو، نعمل سكيل في اتجاه الزد ننزل شويه تحت. بس يعني احنا دلوقتي تقريبا جاهزين نعمل السبورت ايدجز بتاعنا. هنمسك ده ونخليه لوحدي كده. نمسك الفيس ده نعمل اكس فيسز، ونيجي مثلا ايه نعمل، هنمسك الايدج ده والايدج ده والايدج ده نعمل بيفل. خلينا السيجمنتس 3. تمام. دلوقتي لو جيت عملت سب ديفيجن هتلاقي في برضه في مشكله في الايه في الشكل، فده بيجي دور السبورت ايدج. احنا ممكن نرجع عاملين ايدج في النص. طبعا ما تعملوش وانت مشغل سب ديفيجن لان هنا في سيجمنتس كتير فالموضوع هيبقى تقيل. يعني انت لو جيت عملت كنترول بي هتلاقي تقيل قوي. احنا مش عايزين كده، فاحنا نقفل الفيو بورت هنا اهو، نعمل كنترول بي. طبعا قلنا السيجمنت شويه. مجرد ما تعمل كده تفتح الفيو بورد هتلاقيه اتظبط، بدا يعني يتظبط معاك. طب احنا دلوقتي محتاجين نعمل سبورت ايدج في الحته دي برضو. هنيجي اهو هنعمل سبورت ايدج هنا اهو. طبعا هيبقى تقيل شويه ولكن بستحمل بقى. تمام. تمام. نيجي هنا برضو نعمل سبورت ايدج، نعمل سبورت ونعمل بيفل عشان يبقى 2 من ايدج. كنترول بي. تقيل اقفله يا جماعه ده. راجع اعمل كنترول بي وتسيب. افتح دلوقتي هتلاقيه مش اي مشاكل معاك. طيب تمام. تقدر دلوقتي تروح جاي اعمل السوليديفاي بتاعك. اد سوليديفاي تلاقيه اتظبط معاك بالمنظر ده. ممكن نعمل شيل سموث عشان نشوف الشكل عامل ازاي. ممكن تعلي شويه ونعمل ابلاي. نيجي هنا بس نحسب الاتش دي والاتش ده، عايز تعملهم بيفل بسيط. طبعا القطعه دي تقيله جدا، لو عرفت تعملها على 32 فيرتسيس اعملها على 32 فيرتسيس، ما تكترش، ما تعملش 64 زي. تمام. هنيجي بس نمسك الايدج ده، نمسك ده مثلا الفيس دي كلها كده اهو. تمام. احنا ماسكينها اهو
وممكن تعمل اد سلندر، يعني ممكن تعمل سلندر تاني منفصل وتحطها فيه، ولكن خلينا نعمل الجزء ده دلوقتي. ماشي، ممكن نعمل ده يبقى الأطراف بتاعتنا. نبص على الإزازة، نخش في السوليد مود عشان نشوف الحجم الأطراف تبقى عاملة ازاي. نسحب لتحت، تمام. وانت باصص تحت كده اهو، وتعمل اكسترود، تعمل سكيل، تعمل اكسترود، ونعمل اكسترود تاني، تعمل سكيل بسيط، تروح جاي عامل له قط في النص، تعمل وتعلي شوية. انت كده لو بصيت على الازازة تلاقيها بقت معاك المنظر ده. ممكن تعمل سبورت ايدج بس تحت كده اهو. طبعا هو تقيل جدا، انا بنصح تقفل. انا كان اول مرة بقفل ده، نقفل ده عشان ايه، هو تقيل خالص. نمسك ده، ممكن نعمله بيف بسيط، تمام. لو فتحت هتلاقيه معاك بقى كويس كده. طب تمام، وبكده احنا يعتبر خلصنا الموديل خلاص. يعني انت ممكن بس تمسك ده وتحركه يعني لبره كده شوية في اتجاه الواي، تعمل له روتيشن اتجاه برضو الاكس، ممكن تروح جاي جايبه جي واي، طلعه كده. طبعا انا شايف الحتة دي يعني تخينة اوي زيادة عن اللزوم، فانت المفروض تعملها سبورت ايدج برضو. تيجي اهو تخش، يا اما تمسك الجزء ده نفسه كله، لو انت جيت هنا مثلا واير فريم الجزء ده وعملت له سكيل، فاحنا ممكن نفصله خالص، نعمل مثلا بي سيلكشن، نفصله خالص عشان يبقى اوبجكت تاني. بعدين بعد ما فصلته ممكن تروح جاي محدد عليه وتعمل مثلا ايه، ادي كليك يمين سيت اوريجين جيومتري نص كده اهو مثلا. هنعمل سكيل عادي، نخش على الفيسز ونمسك الجزء ده، نمسك الجي ده ونعمل اف يعمل فيل. لكن الحتة دي فيها مشكلة، ممكن برضه نمسك دي كده، نمسك تعمل بريدج احسن لوكات عشان يعمل يظبط التوبولوجي. هتمسك الفيس ده وهو بالمنظر ده، تعمل جي زد زد، ياخد الاكسس بالورب كده اهو، يطلع مثلا ايه كده اهو. ماشي، احنا عايزينه كده. طبعا هو في حاجه حصلت جوه هنا، ممكن نحلها ممكن ما نحلهاش، مش هتتعبنا في حاجه يعني، ولكن انا ما بحبش اسيب اخطاء ورايا. نمسك دي، نمسك دي، نعمل بريدج لوبس، بس خلاص نفس الموضوع. دلوقتي تقدر تمسك الاوبجكت ده، هنعمل له يعني انا حاسس ان هو احنا صغرناه زيادة عن اللزوم، فهنعمل مثلا سكيل في كل حاجه ما عدا اتجاه الايه، تمام. سكيل كده، وممكن تمسك الاوبجكت وتعمل كده بي كيب ترانسفورم، يعني تمسك الاوبجكت ده تتحرك هتلاقيه ده لازق فيه. خلاص احنا كده خلصنا. كده يكون خلصنا الموديل بتاعنا. هو طبعا فاضل الحته دي بعملها عادي. انت ممكن تروح جاي ماسك الجزء ده عامل له بي سيلكشن فاصله ومكرره هنا، هيتعمل معاك عادي بسهوله. ممكن اصلا تمسك الفيس دي عشان يبقى شرحت لكم كل حاجه. فانا ايه، امسك دي مع دي، هتعمل اول شيفت دي ام بي سيلكشن، انت كده فصلتها، هتيجي كده اهو هتمسكها وتنزلها لتحت. بس خلاص الموضوع انتهى. يعني انت ممكن تمسك الإيدج ده والإيدج ده وتعمل سكيل في اتجاه الزد، تكبر شوية، بعدين كليك يمين بريدج الإيدج لوبس، هتعمل سلاش وتمسك الإيدج ده مع الإيدج ده وتعمل بيفل بسيط، هترجع تاني. خلاص انت كده خلصت، مبروك، انت كده خلصت الموديل بتاعك. وبكده يكون خلصت الموديل بتاعك، واتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو في حاجة برضو واقفة قصادك ممكن تبعتها لي وانا ان شاء الله اساعدك فيها. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تتابع الكورس بتاعنا اللي على اليوتيوب. اشوفكم على خير.